سلام عليكم. النهاردة هنعمل الحمام المحشي حبيب الجماهير بطريقة بسيطة وسهلة هتعتمدوها بعد كده. هقول لكم كل التكات اللي تخليه يطلع لحمه طري وطعم قوي، ما فيهوش اي زفارة، والرز بتاعه مفلفل ولذيذ جدا. كمان هقول لكم نعمل ايه عشان نضمن انه ما يفرقعش مننا ويحافظ على شكله الذهبي الجميل ده. شايفين الرز مفلفل ازاي وكمان طعمه لذيذ جدا. يلا نبدأ. انا معايا هنا 3 جواز حمام، يعني 6 حمامات. بنغسلهم مع الكبد والقوانص وندعكهم بالملح والليمون كويس قوي، ونقطم الرقبة ونطمن ان مفيش اي زوايد او ريش. بنحطهم بعد كده في مصفى يصفوا ميتهم خالص، لان مهم قوي الحمام يكون جاف قبل ما ابدأ فيه. اول خطوة بنعملها اننا نخلي الحمام، يعني نفصل الجلد عن اللحم بالشكل ده كده. شايفين؟ بدخل صوابعي من البطن لحد الزور بسهولة جدا. انا سبت واحدة هنا عشان اوريكم هخليها ازاي. بدخل صوابعي من الجنبين كده وافضل ادخل بيهم بالراحة خالص لحد ما اوصل للزور. وفي النص كده لو في اي حتة مكلكعة، حتة لازقة في اللحم، بحاول ان انا برضو اسلكها في طريقي لحد ما اوصل للزور بالشكل ده. وهنا خلاص خلينا الحمامة بتاعتي. هنعصر بقى عليهم ليمون وندعكهم بيه كويس جدا. بعدين بجيب بصلة مبشورة او مفرومة في الكبة وادعكها بالملح والفلفل وابدأ ادعك بيها الحمام قوي من بره بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي لحم الحمام طعم قوي وما فيهوش اي روائح غير مرغوبة. هنا خلاص خلصت الحمام كله. هرصه في صينية كده واسيبه يشرب من الليمون والبصل على ما اروح احضر الحشو. الاول بقطع الكبد والقوانص بتوع الحمام قطع صغيرة عشان ما يبقوش مكلكعين كده في الحميمة، وافصلهم عن بعض بالشكل ده. نشوح بقى 4 حبات من البصل في معلقتين سمنة كبار وشوية من الزيت كده عشان الرز يطلع معايا مفلفل، واحط عليهم معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود. رشة جوز الطيب ممكن نستبدلها ببيضة صيني، بتدي ريحة ونكهة حلوة قوي. كمان ربع معلقة قرفة ونص معلقة جنزبيل، ورقتين لورا كده و3 من الحبهان، وممكن نستغنى عن الحبهان لو مش بنحبه. هنزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتي. الاول خالص بنزل بالقوانص وبعدين تقلبتين كده وانزل بالكبده، ده علشان القوانص بتاخد وقت اكبر في السوى. بعدين هنزل الرز لما البصل يبدأ يصفر، وبكون غسلاه ومصفياه كويس. كل حمامة بتحتاج تقريبا نص كوباية رز. انا استخدمت هنا 3 كوبايات ل6 حمامات. مش مهم لو الرز زاد شوية، مش مشكلة، هنسويه ونفرشه كده تحت الحمام بيبقى جميل قوي. لكن لو طلع قليل للأسف بتكون مشكلة ومش بنعرف نعمل كل الحمام. هنقلبه بقى مع البصل كويس ونتأكد ان الرز اتحمر واتغلف تماما بالزيت والسمنة عشان ما يعجنش مننا. بعدين هننزل بالماء الساخن ويدوب يغطي الرز، ما نحاولش نكتر من المية خالص. تقليبة بسيطة بقى ونسيبه لما يتشرب ويستوي 3/4 تسوية على نار واطية، يعني تقريبا تلت ساعة كده وهقفل عليه. هنا خلاص الرز اتشرب واستوى تقريبا 80%. بقلبه كويس عشان يبرد شوية واطلع منه البخار. بعدين افرشه في طبق مسطح كده واسيبه لما يبرد خالص. لو حاولتوا تحشوا الحمام والرز سخن احتمال كبير يفرقع منكم. لو مستعجلين ممكن نحطه قدام المروحة شوية وهيبرد على طول، لكن لازم اتأكد انه بارد قبل ما ابدأ في الحشو. قبل ما ابدأ في حشو الحمام هجهز حلة مية على النار واحط فيها بصلة وورق لورا وفلفل اسود واسيبها تغلي. وناخد بالنا ما ينفعش نحط الحمام على رز الحشو ونحشي، لازم يكون منفصل، يعني يا في صينية او في طبق تاني، لكن ما نحطوش على الرز ونزفر بيه الرز كله واحنا بنحشي. هبدأ احشي الحمام من عند البطن، ولازم ما نكبسش الحمام قوي. كل ما الرز كان واخد راحته اكتر كل ما النتيجة بتكون افضل. هحشي البطن وبعدين اجي من عند الجنبين اللي خليناهم نطلع الرز لحد الزور بالشكل ده. هوريها لكم هنا افضل. بطلع الرز كده لحد الزور وناخد بالنا الجلد اللي عند البطن ده رقيق جدا، سهل قوي يفرقع، فبنحاول نفضيه خالص من الرز بالشكل ده. انا بحط صباعي كده واتاكد انه فاضي خالص، الرز بيكون على الجنبين بس. هرجع بقى الجناح لورا كده واقفل على الحمام بالرجلين. بجيب الرجل واحطها في الفتحة اللي بتكون تحت دي وادخل فيها الرجل التانية بالشكل ده. ننفض بقى الحمامة بتاعتنا من اي بواقي رز. شايفين شكلها بعد الحشو؟ الرز بيتحرك فيها بسهولة ومتقفلة كويس. كمان الجزء اللي عند البطن ده ما فيهوش رز خالص، شايفينه فاضي خالص من الرز. هنبدأ بقى في التانية وهكذا لحد ما نخلص الكمية كلها. ما تخيطوش الحمام يا جماعة ولا تقفلوه بخلة والكلام ده،
وما تقلقوش، هو مجرد ما بينزل في المية بيقفل لوحده ومفيش حاجة بتنزل منه. هنزل بقى بالحمام بتاعي في حلة المية المغلية، وبلاش نملى الحلة، بلاش نكدس الحلة بالحميم عشان ما يفرقعش مننا. انا حلتي هنا خدت 3 مرتاح فما حاولتش اكدسها، واستخدمت حلة تانية لباقي الكمية عشان الحمام ياخد راحته في التسوية. نزلت بالحمام بس مش هغطيه، واول ما المية تبدأ تغلي هقلل النار شوية، يعني خليها متوسطة اميل للواطية، ونغطيه بقى ونسيب الغطا موارب شوية عشان البخار ما يتكتمش في الحلة، لان البخار لو اتكتم للأسف الحمام ممكن يفتح مننا. هسيبه بالظبط نص ساعة وبعدين اشيله على طول من الشوربة. اوعوا تقفلوا عليه وتسيبوه لانه برضو هيفرقع، لازم نشيله على طول. نحطه بقى في طبق ونستنى عليه شوية لما يصفي شوربته ويبرد شوية. بالنسبة لتحمير الحمام فانتوا ممكن تحمروه بكذا طريقة. الطريقة الأولى والمفضلة بالنسبة لي إننا نحمره في كمية محترمة كده من السمنة، ده بيخليه واخد طبقة كريسبي مقرمشة من بره وكمان لون ذهبي جميل جدا. الطريقة التانية واللي معظم المطاعم بتعملها إنه يتحمر في زيت غزير ساخن، وبيكون في الآخر طري من بره شوية وكمان لونه أغمق شوية. ممكن كمان ندهنه بمعلقة صلصة عليها سمنة وعسل أبيض وفلفل أسود، وندخله تحت الشواية بيطلع أحمر وجميل قوي. ما تقلقوش من العسل في الخلطة دي او في اي شوي عموما، لانه بيدي لمعة حلوة قوي وكمان تسكيرة خفيفة كده تعادل حموضة الصلصة. حمرته هنا في السمنة وحطيت معاه حبة زيت عشان ما تتحرقش، وبعدين انزل بقى بالحمام واقلبه على كل جهة شوية لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. هيحتاج متابعة مننا، ما ينفعش نمشي ونسيبه لانه ممكن يتحرق او ياخد طبقة اغمق من المطلوبة. نلاحظ بقى ان في جزء متحمرش نحاول نقلبه، الجزء التاني متحمر كويس خلاص نقلبه على الناحية التانية، يعني نحاول على قد ما نقدر ياخد لون ذهبي من كل النواحي. وانا بقلب الحمام بحاول كده اهز الطاسة بتاعتي كل شوية علشان ما يلزقش مننا. لاحظت هنا كمان جنب الحمامة محتاج تحميرة فقلبته على جنبه شوية، وهنا خلاص وصلت للون اللي انا عايزاه. شايفين شكله جميل ازاي؟ ذهبي ولونه مغري جدا بجد يفتح النفس. كمان الطبقة اللي بره دي مقرمشة كده وطعمها جميل قوي، ومش قادرة اقول لكم بقى على ريحته جايبة اخر الدنيا من جميله. بحاول ازينه بقى باي حاجة، ليمون، انا كان عندي كابوتشاية كده قطعتها وحطيتها، يعني اي خضار كده عندك ممكن تزيني بيه الطبق علشان يبقى شكله حلو. كمان الرز مفلفل شكله حلو قوي، طعمه لذيذ جدا جدا بجد بجد، يعني كان رائع، لازم تجربوه. بصوا كمان لحمته دايبة خالص يا جماعة، يعني اللحمة كمان مستوية قوي ودايبة وطعمة بجد ما كانش فيه في جميله. اتمنى يكون عجبكم، ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو بتتابعوني على اليوتيوب، او لايك للصفحة لو بتتابعوني على الفيسبوك. ودمتم بألف خير، اشوفكم في فيديو جديد وسلام عليكم.